سلام الله عليكم أحبائي في الله، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية. معكم فريال من قناة منوعات منوعات جيجلية. فيديو اليوم هو تكملة لهذه البلوزة اللي في الصورة. نقول لكامل المشتركين معايا نحبكم بزاف، واللي مازالوا ما اشتركوش ما تضيعوش الفرصة واشتركوا معنا باش تكبر القناة. إذا ما نطولش عليكم، نخليكم مع طريقة العمل مشاهدة. إذا نكملوا مع بعض. عملنا 3 سلاسل غرزة حشو، والآن نجيو لهذه اللي في المنتصف. هنايا راح تكون عندنا غرزة مثل اللي هنايا كما عملنا في من قبل. نلف الخيط مرتين، نأتي لهذا الفراغ. إذا نعمل عمود بلفتين، نخرج مرة أولى ومرة ثانية، ونخلي كيبقاو لنا خيطين نتوقفوا، نزيدو نلفو خيطين مرة أو مرتين، نخرجوا مرة أولى مرة ثانية، يبقاو لنا 3، نزيدو مرة ثالثة، يبقاو لنا 4. الآن نخرج مع بعض، نعمل سلسلة. خرجت لي الغرزة الأولى، نزيدو نعملو 3 سلاسل، نلف الخيط مرتين، يعني نفس العمل اللي قمنا به في المرة الماضية او المرة اللي قبل هذه. المهم فهموني برك. راني نحاول نوضح قد ما نقدر باش الفكرة توصل. على بالي بلي كاين يعني كاين مشتركين ماشي من الجزائر كما مصر ولا سوريا. نتمنى تكون الفكرة واضحة بالنسبة لهم. يعني اللي يعرف يخدم الكروشيه فقط من النظر ليه كيشوف الفيديو او طريقة العمل يعرف يعمله، ما تحتاج يكون فيه شرح. إذا عملنا 4 غرز كما هنايا، شفتوا كيش خرجت لنا. إذا تكون في الوسط. راح نكمل، نعملو 3 سلاسل، 1 2 3، ننتقلوا للفراغ الموالي غرزة حشو، 1 2 3، فراغ الموالي غرزة حشو. الآن نزيدو نجيو لهذا الفراغ اللي في الوسط بنفس الطريقة، نعملو غرزة كما هذا. إذا أنا ساعات نلقى بعض الفيديوهات التركية تعجبني بزاف الخدمة ديالهم، ولكن ما نفهمش اللغة ديالهم. وانما منين نعرف الكروشي وعلى بالي كيفاش نخدموه، نعرف بالنظر فقط نعرف نطلع الخدمة هذيك، يعني ما نحتاجش لفهم اللغة. وكل وحده كيفاه. كاينين مبتدئات لازمهم يعني يشوفوا وزيد الشرح، لكن هذه هي او هذا هو الكروشي. كل مرة نتلقاو بحاجة جديدة وهكذا. انا خدمت الغرزة الثانية نفس الشيء، نعملو غرزة حشو في الفراغ الموالي، 3 سلاسل غرزة حشو في الفراغ الموالي، 3 سلاسل غرزة حشو. نكمل انا بنفس الطريقة على كامل السطر، يعني ما حيتبدل والو في هذا السطر. بنفس الطريقة نكملو الخدمة ديالنا ونتلاقاو في السطر الموالي. وصلت لنهاية السطر،
خدمنا 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل أعمدة، يعني نفس طريقة البداية. كملت السطر. إذن الآن ننتقل للسطر الموالي. السطر الموالي هو نفسه هذا السطر اللي عملناه هنايا 5 سلاسل 5 سلاسل، يعني يكون بنفس الطريقة. من 4 أعمدة. الآن 1 2 3 4 5 سلاسل، ندير 5 سلاسل. نجيو لهذا الفراغ، إذا نأتي أولا هذا الفراغ نعمل غرزة حشو، ثم 5 سلاسل 1 2 3 4 5. نأتي لهذا غرزة الحشو هذه فوقها نعملو غرزة حشو ثانية، ثم 1 2 3 4 5. نأتي لهذا الفراغ نعمل غرزة حشو، يعني ونكملو بنفس الطريقة. فراغ موالي غرزة حشو 1 2 3 4 5. فراغ موالي غرزة حشو 1 2 3 4 5. الآن نأتي لهذه غرزة الحشو، هنا نعملو غرزة حشو 1 2 3 4 5. نروحو للفراغ غرزة حشو، راح تخرج لنا بهذه الطريقة. نكملو السطر ديالنا بنفس الطريقة على كامل، أو نكملو بنفس الطريقة على كامل السطر، ونرجع لكم باش نعملو السطر الموالي. راح نخدمو مع بعض هذا السطر. انا كملت السطر انتقلت عفوا للسطر الموالي. عملت 4 أعمدة كما راكم تشوفوا. الآن حنعمل سلسلتين 1 2، نعملو نجيو لهاد نترك الفراغ الأول، نأتي للفراغ الثاني نعمل عمود بلفة واحدة بهذا الشكل، ثم سلسلتين. الفراغ الموالي نعملو غرزة حشو بنفس الطريقة، سلسلتين. الآن هنايا ما نعملوش عمود بلفة واحدة، نعملو غرزة حشو إذن كما راكم تشوفوا. نعمل سلسلتين ثم عمود بلفة واحدة بهذا الشكل، سلسلتين عمود بلفة واحدة في الفراغ الموالي. يعني هنايا إذا شوفوا معايا باش تكون الطريقة واضحة. هنايا هادو السلسلتين اللي من فوق يكونوا مرتفعين شويه، وهادو منخفضين. هادو اللي مرتفعين نعملو فيهم فقط غرزة حشو، وهادو اللي منخفضين نعملو فيهم عمود بلفة واحدة باش تخرج لنا خدمه بهذه الطريقه. اذا اعيد، هنايا اللي منخفضين عملنا فيهم عمود بلفة واحدة، الان سلسلتين بين العمود والعمود، سلسلتين بطبيعة الحال. الان وبعدها نروحوا لهادو اللي مرتفعين نعملوا فيهم غرزة حشو عفوا، ثم سلسلتين ثم غرزة حشو. اذا نتمنى تكون الفكرة واضحة عليكم. نكمل انا بهذه الطريقة في كامل السطر، ونرجع لكم باش نعملوا السطر الموالي.
يعني راني نكسر لكم في الاخر باش ما يجيش الفيديو طويل وتملوا المشاهده، على بها راني نزرب. اذا نكملوا ونرجع لكم. عفوا راني غلطت هنايا، سمحوا لي. اذا هنايا فقط عدد السلاسل نعملوا 3 سلاسل ماشي سلسلتين، لانه العمل ديالنا بدا يصغر. اذا 3 سلاسل. هنايا نعملوا عمود بلفه واحده، 3 سلاسل، عمود بلفه واحده، ثم 3 سلاسل، غرزه حشو هنا كما شرحت لكم من قبل بنفس الطريقه. فقط عدد السلاسل ما نعملوش سلسلتين، نعملو 3 سلاسل. بهذه الطريقه يكون العمل ديالنا مليح. اذا نكمل ونرجع لكم بعد ما كملت السطر اللي اذا بعد ما كملت هذا السطر انتقلت للسطر الموالي، عملت 4 اعمده. هنايا راح نعمر السطر ديالي فقط باعمده بلفه واحده كما راكم تشوفوا هنايا. اذا انا هنا في هذا السطر مره راح نعملوا 4 اعمده في الفراغ. مثلا هنايا الفراغ اول راح نبدا ب3 اعمده. اذا العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث بهذا الشكل. والفراغ الموالي نخدموا فيه 4 اعمده، العمود الاول، الثاني، الثالث والرابع. هكذا باش يعني ما تكونش جيناش كبيره وجينا متوسطه. الان 3 اعمده، العمود الاول، الثاني، الثالث، بعدها 4 اعمده في الفراغ الموالي، 4 اعمده، 1 2 3 4. الفراغ اللي بعدها او اللي بعده 3 اعمده، 2 3 اللي موراه 4 اعمده، وهكذا. اذا باش ما نطولش عليكم نكمل هذا السطر ونرجع لكم. اذا بعد ما كملت هذا السطر ننتقلوا للسطر الموالي. السطر الموالي بنفس الطريقه، يعني ما راح يتغير على السطر السابق. راح نعملوا فوق كل عمود بلفه واحده، يعني بدون زياده او نقصان. فوق كل عمود بلفه واحده. إذن بهذا الشكل نكمل السطر بنفس الطريقة ونرجع لكم للسطر الجديد. الآن راح نخدموا هذا السطر نعملو عمود بلفتين، يعني يكون كما راكم تشوفوا هو طويل. نروحوا لطريقة العمل مع بعض. اول حاجه نخدموا 4 سلاسل، 1 2 3 4، يعني الاعمده الاربعه الاولى اللي كنخدموهم يكونوا اعمده بلفتين. لفينا الخيط مرتين نعملوا عمود بلفتين بهذه الطريقه، عمود الثاني، عمود الثالث، عمود رابع. كما موالفين بهذا الشكل. الآن
نخدمو 3 سلاسل، 1 2 3 عفوا المره الاولى سلسلتين، يعني اللي في الشط هادو يكونوا سلسلتين او اللي في الجوانب، ثم نلف الخيط مرتين، نترك سلسله هنا الاسفل، نترك سلسله، نروحوا للسلسله المواليه، نعملو عمود، نخرجوا المره الاولى المره الثانيه، ونخليو خيطين فوق السناره، نلف الخيط مره ثانيه، نروحوا السلسله المواليه، نخدموا بنفس الطريقه، نخرجوا المره الاولى المره الثانيه، نخليو 3 خيوط، نلفوا الخيط مرتين، نروحوا للسلسله المواليه بنفس الطريقه، يخرجوا لنا بهذا الشكل. الان نخرج مع بعض ونعملوا سلسله، يعني يتشكل لنا او تتشكل لنا هذه الغرزه. نخدموا سلسلتين بنفس الطريقه، نلفوا الخيط مرتين، نترك سلسله هنا، ونمروا السلسله المواليه، نخدموا بنفس الطريقه، يعني نخرجوا مره اولى مره ثانيه، نترك خيطين، ثم نلف مرتين، نروحوا للسلسله المواليه مره اولى مره ثانيه، يبقاو لنا 3، ثم نلف مرتين، نروحوا للسلسله الثالثه والمواليه، نخرجوا بهذه الطريقه. الان كيقعدوا لنا 4 خيوط على السناره، نخرجوا الكل مع بعض ونعملوا سلسله. اذا هذا هو الشكل. نكمل انا بنفس الطريقه ونرجع لكم بعد ما نكمل هذا السطر. اذا البنات راني كملت السطر، ننتقلوا مع بعض للسطر الموالي. هذا هو السطر اللي راح نخدموه مع بعض الان. يعني الغرزه هذه سهله. اول شيء 4 سلاسل. في هذا السطر ايضا راح نخدموه بغرزه عفوا عمود بلفتين، إذن بهذا الشكل. الآن 1 2 3 نلف الخيط مرتين، نروحوا لهذا الفراغ، نعملوا عمود بلفتين هكذا، نزيدوا نلفوا الخيط مرتين في نفس الفراغ، نعملوا عمود بلفتين ثاني، نلفوا الخيط مرتين في نفس الفراغ، نعملوا عمود ثالث بلفتين بهذا الشكل. ثم راح نخدموا 3 سلاسل، نكملوا مع بعض. اذا نلف الخيط مرتين، نروحوا لنفس الفراغ، نعملوا 3 أعمدة بلفتين بهذه الطريقة. الآن 3 سلاسل، ثم بهذا الفراغ 3 أعمدة بلفتين، يعني راح نكملوا بهذه الطريقة أو بنفس طريقة العمل على كامل السطر بهذا الشكل. أنا نكمل الخدمه ديالي او السطر ديالي ونرجع لكم للسطر الموالي. الان ننتقلوا لهذا السطر، راح نخدموا مع بعض هذا السطر. نوريكم الطريقه. هنايا الغرزه ديالنا هي غرزه نصف عمود. غرزة نصف عمود كيف نعملوها؟ نلفوا الخيط ديالنا على السنارة، نخرجوا الخيط بهذه الطريقة
ولكن نخرجوا الكل مع بعض. يعني هذا هو الفرق بين غرزة نصف عمود وغرزة عمود بلفة واحدة. يعني تجينا بهذا الشكل. شوفوا عدد السلاسل، سلسلة واحدة، إذن سلسلة ثم غرزة نصف عمود في هذا الفراغ بهذا الشكل، ثم سلسلة. نأتي العمود الثاني هنا، إذن نأتي لهذا الفراغ نعملو، أو لهذه الغرزة نعملو غرزة عمود أو غرزة نصف عمود، سلسلة، فراغ، غرزة نصف عمود، سلسلة، عمود الثاني، غرزة نصف عمود، نكملو بهذه الطريقة. يعني حتخرج لنا الغرزة بهذا الشكل. إذن سلسلة، غرزة عمود، سلسلة، غرزة نصف عمود، سلسلة، غرزة نصف عمود. راح نكمل السطر ديالي بنفس الطريقة ونرجع لكم باش نخدموا السطر الموالي مع بعض. إذن راح يكون بهذا الشكل. بين غرزة نصف عمود وغرزة نصف عمود نعملو سلسلة واحدة فقط. أنا نكمل ونرجع لكم. غنكمل السطر. إذا السطر الموالي نخدمو عمود بعمود بلفة واحدة. عملت عمود أول، عمود ثاني، عمود ثالث، عمود رابع بلفة واحدة بهذا الشكل. الآن نروحوا للفراغ هذا نخدموا فيه. هنايا نخدموا عمود فقط، عمود بلفة واحدة، ثم نروحوا للفراغ الموالي نخدموا عمودين بلفة واحدة، عمود أول، عمود ثاني بهذا الشكل. نكملوا يعني الفراغات كامل راح نخدموا فيهم عمودين بلفة واحدة. بهذا الشكل. نكمل انا السطر ديالي، نرجع لكم للسطر الموالي. اذا حبيباتي شوفوا معايا، انا كملت هذا السطر وزدت كملت هذا السطر بلا ما نوري لكم، ولكن هو سهل فقط. كلبا يعني هذا السطر نعملو عمود فوق كل عمود، هو نفس السطر الاول. يعني بالنسبه لهذا هو نفسه، يعني نعمل عمود فوق كل عمود كما موالفين نخدموا. اذا ننتقلوا للاسطر المواليه، نعملوا الاربع اعمده ديالنا كما موالفين، 1 2 3، يعني اعمده بلفه واحده، ثلاث أعمدة والعمود الرابع. الآن شوفوا معايا، أنا راح نخدم هذا السطر، نخدموا سلسلتين ونخليهم لتحت سلسلتين، وفي السلسلة الثالثة نخدموا عمود بلفة واحدة يعني ونكملوا. نوريكم الطريقة. إذا خدمنا سلسلتين كما راكم تشوفوا، نلف الخيط مرة واحدة، نجي للسطر ديالنا هذا نحسب 1 2 3، هذه الغرزة الثالثة والسلسلة الثالثة نخدموا فيها عمود بلفة واحدة.
يتخرج لنا بهذا الشكل. راه المربع نعاودو نخدمو سلسلتين، نخليو 1 2 في السلسله الثالثه والغرزه الثالثه نخدمو عمود بلفه واحده بهذا الشكل. اذا حنكمل انا بنفس الطريقه على كامل السطر ونرجع لكم باش نخدمو السطر الموالي ان شاء الله. راني كملت السطر، نزيدو نخدمو مع بعض السطر الموالي. يعني كما راكم تشوفوا الغرزه ديالنا او الغرز ديالنا سهله فقط متنوعه، يعني كل سطر يختلف على السطر القادم. خدمت 4 اعمده. الان نروحوا لهذا الفراغ نخدموا عمودين بلفه واحده بهذا الشكل. راح نكمل على كامل السطر نخدم عمودين بلفه واحده. في كل فراغ راح نخدم عمودين بلفه واحده الى ان ننتهي من السطر هذا، ونرجع لكم في السطر الثاني وفي السطر المقبل. بهذا الشكل كملوا ونرجع لكم. الان نمروا مع بعض لعمل هذا السطر. اذا بالنسبه لهذا السطر راح نخدموا كما هنايا، يعني تكون غرزه بعمود عفوا خلطت لي الهضره. درنا عمود بلفتين، هنايا راح نخدموا عمود بلفتين وكذلك عمود بلفه. يعني البدايه ديالنا راح تكون عمود بلفه واحده كما موالفين 4 اعمده. اذا هنايا بدينا بعمود بلفه واحده، خدمنا 4 اعمده. الان نخدموا 3 سلاسل 1 2 3، نخليو سلسله ونخدموا عمود بلفتين بهذا الشكل 1 2 3. نلفوا الخيط مرتين، نجيو لهنايا للسطر هذا نخليو غرزه واحده ونروحوا للغرزه المواليه والسلسله المواليه، نعملوا عمود بلفتين بهذا الشكل، ثم نلف الخيط مرتين نترك سلسله نجيو للسلسله المواليه نخدموا عمود بلفتين بهذا الطريقه. نزيدو نلفوا الخيط مرتين نخليو سلسله نخدموا عمود بلفتين في السلسله المواليه، ثم نلف الخيط مرتين نترك سلسله ونعملوا عمود بلفتين. خدمنا 4 اعمده بلفتين. الان 3 سلاسل. انا هنايا ما وريت لكمش، دوك نوري لكم كيف خدمتها. اذا نعملوا 3 سلاسل، نلف الخيط مرتين نترك غرزه نروح الغرزه المواليه نعملوا عمود بلفتين، ثم نلف الخيط مرتين نترك غرزه ونمروا الغرزه المواليه نخدموا عمود بلفتين نفس الشيء. نخدموا 4 اعمده بلفتين بين كل عمود وعمود نترك غرزه. الان نعملوا 3 سلاسل ثم نلف الخيط نترك غرزه مره اخرى
نروحوا للغرزة الموالية، نخدموا عمود بلفة واحدة، موراه مباشرة نعملوا عمود بلفة واحدة تاني، وعمود ثالث بلفة واحدة، يعني ما يكونش بيناتهم فراغ. فهمتوا العمل ديالنا كيفاه يكون؟ بهذه الطريقة راح نكمل العمل ديالي على كامل السطر، ونرجع لكم بعد ما ننتهي باش نمروا للسطر الموالي. بديت نخدم معكم هذه باش توضح الفكرة. يعني هي سهلة، فقط تبعوني تبعوا الخطوات اللي نعملها، راح يكون العمل ديالنا سهل. هنايا نخدموا بعمود بلفة واحدة. إذا نلتقي في السطر الموالي. مروا مع بعض السطر الموالي. فوق الأعمدة الأربعة راح نخدموا أعمدة 4 بلفة واحدة، ثم 3 سلاسل، 1 2 3. نروحوا الى هنا، يعني هذه الغرز نخدموا فيها غرزة حشو اولى، ثم غرزة حشو ثانية التي تليها، ثالثة، وغرزة حشو رابعة. يعني نخدموا 4 غرز حشو فوق هاد الأربع أعمدة. 3 سلاسل، 1 2 3. الآن هادو الأعمدة الثلاثة بلفة واحدة نخدموا فوقهم 3 أعمدة بلفة واحدة بهذا الشكل. يعني تخرج لنا الغرزة ديالنا هكذا. اظن راه كملناهاش، هي النهاية ديالها تكون بهذا الشكل. حنا العاد كما نصفناها نكملوا مع بعض. 3 سلاسل، ثم نأتي لهنا نعمل غرزة حشو أولى، ثانية، ثالثة، الغرزة الرابعة. 3 سلاسل، مع عمود بلفة واحدة أول، عمود بلفة واحدة ثاني، عمود بلفة واحدة ثالث. نكملوا بهذه الطريقة إلى أن ننتهي من السطر. نرجع لكم بعد ما نكمل. يلا نكملوا مع بعض. راني توقفت في هذا السطر، الآن راح نخدم مع بعض هذا السطر. عفوا، نخدموا 4 أعمدة بلفة واحدة، اثنان، 3، نفس الشيء 4 سلاسل. فقط عندي ملاحظة، أنا هنايا درت لكم 3 سلاسل، ولكن عاودت فكيتها من الأول وخدمت 4 سلاسل، جاتني شوية صغيرة. إذا عملت هنايا 4 سلاسل باش ما تخلطوش فقط. يعني والعمل ديالنا هو نفسه، فقط في هاد السلاسل كي نخدم فيهم ب3 راني عاود خدمتهم ب4 سلاسل. اذا نعملوا 4 غرز حشو بهذا الشكل، ثم 4 سلاسل، 2 3 4. يعني نقعدوا نخدموا 4 4 4.
نخدمو 3 أعمدة بلفة واحدة. إذا هذا السطر راح يكون بهذه الطريقة، 1 2 3 4، ثم 4 غرز حشو. حنكمل بنفس الطريقة، نتلاقاو في السطر الموالي. مروا مع بعض السطر الموالي. انا راني خدمت 4 اعمده. الان نعملوا سلسلتين، 1 2، ثم نلف الخيط مرتين وناتي لهذه الغرزه الاولى، نعملوا عمود بلفتين ثم سلسله، نلف الخيط مرتين، نأتي الغرزة الثانية، نعمل عمود بلفتين ثم سلسلة ثم عمود بلفتين الغرزة الموالية ثم سلسلة ثم عمود بلفتين في السلسلة الموالية، يعني خرجنا 4 أعمدة بلفتين. الآن نخدموا 3 سلاسل، 1 2 3 ثم 3 أعمدة بلفة واحدة بهذا الشكل. نزيد نخدم معكم وحده اخرى باش توضح الخدمه مليح. اذا 1 2 3 نلف الخيط، نروح الغرزه الاولى هذه نعملوا فيها عمود بلفتين ثم سلسله ثم عمود بلفتين في الغرزه المواليه ثم سلسله ثم عمود بلفتين في الغرزه المواليه ثم سلسلة ثم عمود أخير في السلسلة الموالية بلفتين. إذن هذا هو الشكل النهائي ديالنا لهذه الغرزة. نكملوا أو نكمل السطر ونرجع لكم في سطر آخر.